في واحد اسمه حسن بيه، راجل محترم من عيلة كبيرة، عايش في فيلا شيك وعنده بغبغان غريب الأطوار اسمه ميدو. ميدو كان حافظ كل حاجة بيسمعها، خصوصا المكالمات اللي كان حسن بيه بيعملها مع مراته لما يتخانق معاها، واللي كلها شتايم لطيفة زي يا نكدية يا حشرية يا أم دم تقيلة. في يوم حسن بيه رايح فرح ابن أخوه، وقاعد في الصف الأول جنب العريس والعيلة، وكل الناس لابسة بدل وكرافتات، والقاعة كلها وقار وأدب. وأحد الضيوف قال لحسن بيه: لو عجبك الفيديو صلي على النبي في التعليقات واشترك في القناة. فين ميدو الطيب، مش جاي يبارك؟ حسن بيه اتضحك وقال: والله لو جه هيبوظ الفرح. بس ابن أخوه الصغير كان جايب قفص ميدو من غير ما حسن بيه يعرف، وقال حابب يفاجئه. وفجأة وسط الزفة ودي جه شغال والناس بتسقف، ميدو صرخ بأعلى صوته: في الفرح ينكدية يا حشرية يا أم دم تقيل. القاعة وقعت من الضحك، والعريس وقع على الأرض من الصدمة، والعروسة وشها اتقلب أحمر، وحسن بيه كان عاوز يبلع الأرض من الفضيحة. ميدو كمل بقى وهو فرحان بالصدى بتاع الميكروفونات: نكدية يا حشرية يا أم دم تقيل. في فرح كمان العريس مسك الميكروفون وقال: الفرح باظ رسمي يا جماعة بميدو وشهادته. ومن اليوم ده بقوا الناس لما يشوفوا حسن بيه في الشارع يقولوا له: ازيك يا حسن بيه، عامل ايه مع النكدية؟ وحسن بيه بقى يكره اي حاجة ليها ريش.